حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاجة كده بتشتريها من الكافيهات بمبالغ، تعالوا ما نعملها ونغير فيها كمان. مش هنعملها بالقرفة، هنعملها بايه؟ بحاجة تانية. ايه هي؟ عروستي. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه وبطريقة جديدة خالص. وتعالوا بقى شوفوا معايا الخطوات لاخر الفيديو، خليكم معايا. شوفوا يا حبايبي، هنا بقى حضرت طبق اهوت، وفيه هنا كيس خميرة ديت، معلقتين بيكنج باودر، دي 3 معالق كبار سكر، ودي معلقة صغيرة ملح ممسوحة. هنبتدي بقى نحط عليها كوباية مية. حبايبي حطيت عليها كوباية مية دافيانة. شوفوا حتى البيكنج باودر تفاعل ازاي، لازم تكون المية دافيانة. هنسيبها بقى كده شوية وهنبتدي نحط دقيق. حبايبي هنبتدي بقى نقلبها كده. انا حطيت عليها كمان ربع كوبايه من اللبن. تحطي بقى سقعان دافيان زي ما انت عايزه، بس هو انا حطيته عادي، يعني لا سقعان قوي ولا بارد قوي. فهنبتدي بقى نقلب كده لغايه لما الدقيق ويعني ياخد كل السوائل ده، وتبقى عجينه لينه كده. هجيلكوا تاني. شوفوا حبايبي انا عملتها دوت بقى زبده اهيت. هبتدي ان انا ادخلها كده في العجينه واخد بقى العجين ده كده لغايه لما الزبده دي ما عادتش تكون موجوده كده. بس هي بقى مش هتنفع في طبق، انا كده عملتها في يعني على الترابيزه الرخام كده اهوت، لغايه بقى ما الزبده خالص تختفي. هوريها لكم تاني. حبايبي كده خلصتها. شوفوا لينه ازاي اهي. هغطيها بقى واسيبها على جنب كده قيمة ربع ساعة ولا حاجة في مكان دافي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. شوفوا حبايبي انا سبتها كده لغايه ما خمرت. شوفوا بقت جميله ازاي. هنا بقى ده 3 معالق كاكاو كبار خام، على 3 معالق سكر كبار برضو. نحط عليها شويه ميه، ده بديل القرفه، ونقلبهم. شوفوا حبايبي انا خدت بقى حبه دقيق كده وفردتها ودوت يعني اخدت نص العجينه كده. وبعدين هنحط بقى اللي هو الكاكاو ده بديل القرفه. انت عايزه تحط قرفه حط براحتك، بس انا علشان احنا ما بنحبش القرفه اهو. شوفوا نبتدي بقى نحط نفردها كده على كل العجينه كلها. عندك نوتيلا ممكن برضو زي ما انت عايزه، بس هو انا يعني بختصر لكم بحيث يعني ما كلفكوش في حاجه اهو. نبتدي بقى ندهن العجينه كلها. شوفوا حبيبي انا قطعتها ازاي، انت عايزه تقطعي اضخم من كده براحتك، بس انا بعد ما دهنتها بقى هنقعد نلفها كده اهو رول، زي ما انا عاملاها كده في الصينيه. شوفوا انا عملت قد انا حباها اعملها كده رفيعه، بحيث ان هي لما تيجي الوقت تكبر مع الخميره هيبقى منظرها حلو. شوفوا حبايبي انا خلصتها كلها. طبعا الصينيه من تحت بقى مدهونه زيت ماشي. هنا بقى شوفوا اهو لسه بقيت نص العجينه التانية هعملها نفس الحكايه بحبه الكاكاو الباقيين دول. يلا في الاخر بقى اوريكم الصينيتين. شوفوا حبايبي انا خلصت صينيه، ودي الصينيه التانية اهي كمان دي بدات تكبر. دي اللي كنت عاملاها الاول. هسيبها كمان شويه واولع الفرن كده يهدى شويه عما دول يكبروا كمان وادخلهم بقى الفرن. تعالوا بقى نعمل الصوص الابيض بيتعمل ازاي وبطريقه اقتصاديه. يلا خليكم معايا. شوفوا بقى حبيبي هنا بقى هعمل الصوص اللي هو الابيض ده. هنا 3 معالق دقيق على قطعه سمنه كده، نحاول ندوبهم لغايه لما اللون معانا يصفر كده يبقى ذهبي. عارفين زي زي البشاميل، هو البشاميل بالظبط، بس دوت هنحط له سكر. نفضل نقلبها لغايه ما يصفر، بعدين نضيف اللبن والسكر. حبيبي شوفوا بقت عامله ازاي. هنبتدي بقى هنا نضيف اللبن كده. شوفوا حبايبي تاني كده معلقتين لبن بودره 3 معالق سكر. انا حطيت 2 في الاول
واما اشوف يعني هدوق برضه عشان انا مبحبش الحاجه مسكره كتير. وبعدين لسه هحطله كمان شوكولاته كده بقى. هندوبه كده لغايه ما يبقى شبه البشاميل وهجيلكوا تاني. شوفوا يا حبايبي ده القوام المطلوب. شوفوا الجمال بطريقه اقتصاديه وسهله. شوفوا طعمه تحفه تحفه. هنطفي بقى الوقت عليه، هنسيبه يبرد لغايه لما اللي في الفرن يطلع. تمام. شوفوا بقى بعد ما طلعت، شوفوا بقى الحلاوه دي. شوفوا بقى يعني بعد ما طلعت بقى انا عملت ايه، غطيتها برشتها شويه ميه وغطيتها بايه، بفوطه عشان تطلع طريه كده. شوفوا بقى الحلاوه دي. انا مش قادره اقول لكم يعني عملناه في البيت، ولا مصاريف، ولا تتباع الواحده بفلوس كتير ولا اي حاجه. انت عايزه تعمليها كبيره اعمليها، انا عاملاها حجم وسط. شوفوا بقى عليها الشوكولاته كده. شوفوا بقى انا مش قادره بقى اقول لكم على الحلاوه دي. يلا تعالوا بقى اما ندوق ونجربوها، هتعجبكم جدا. وحاجات يعني ايه، يعني على قد ايديكم. يلا تعالوا بقى اما ندوقها هتبقى طعمها ايه. شوفوا بقى يا ولاد الحلاوه دي. شوفوا بقى، شوفوا بقى الحلاوه دي. شوفوا كميه ان هي طريه ازاي اهي. تحفه تحفه مع الصوص ده بقى ما اقولكوش. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وعلى فكره هي طريقه اللي هي بالشوكولاته دي جربوها بيها مره او واحدتين مع الحاجه هتعجبكم قوي. يعني جربوا مره بالشوكولاته ومره بالقرفه هتعجبكم بجد تحفه. شو وطريه جدا اهي، فظيعه فظيعه من يعني بصوا من الاخر تحفه. يلا قولوا لي ايه رايكم فيها. وسؤال بقى النهارده، من هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يعرف يقول في الكومنتات. وما تنسونيش بقى في متابعه ولايك وكلمه حلوه منكم. واشوفكم على خير. باي باي.